ايه اخبار الماتش يا فوزو؟ اقعدي اتفرجي اقعدي اتفرجي. الكلام على ايه؟ ماتش. الله، هو ليه مفيش غير كورة واحدة؟ طب هما بيجروا وراها كده ليه؟ طب الحكم ما حسبش الجون ده ليه؟ ده اوف سايد. ده فينا. راسك ابص يا جوجو، حك عليا يا فوزو. انا هجهز نفسي قبل الماتش الجاي واشوف الكوره دي بتتلعب ازاي، هاخد الفشور. لعبة الكورة بشكل عام تبدو بسيطة. عندنا فريقين بيلعبوا ضد بعض، كل فريق 11 لعيب، كلهم بيتخانقوا على قصدي يعني بيجروا ورا الكورة، وكل فرقة عاوزة تدخل الكورة في جون الفرقة التانية. اللعيبة متقسمين على حسب شغلتهم. حارس المرمى واضح طبعا بيحرس الجون، لاعب دفاع قريب من جون فريقه، ولاعب هجوم أقرب لجون الفرقة التانية. وطبعا في كرة قدم رجالي وكرة قدم نسائية، بس في كام حاجة صغننة كده بتحكم اللعيبة دي. لمسة يد، ممنوع لمس الكورة بالإيد لأي حد غير حارس المرمى، وحارس المرمى يمسكها بس في منطقة الجزاء. فاول، ده فاول، من حقي أدي كارت أصفر، إنذار، كارت أحمر، طرد. طبعا غلطات فريق تبقى فرص للفريق التاني، مثلا ضربة حرة بعد أي خطأ، أو ضربة جزاء لو الخطأ حصل جوه منطقة الجزاء. وأشهر غلطة اللي حيرت الملايين الأوفسايد أو التسلل، ودي إن اللاعب بيبقى واقف أقرب للمرمى من آخر مدافعين وقت ما زميله يمرر له الكورة ويجيب الجون. ده احنا كده نلعب كورة شراب أحسن. كورة شراب؟ يعني إيه كورة شراب؟ يعني كورة معمولة من شرابات متكورة بدل الكورة الحقيقية، وده بيحصل لما نضيع الكورة أو ننساها أو ما يكونش معانا كورة أصلاً، وفي الحالة دي محدش بيحبكها قوي، يعني اللعب بيبقى سايب شوية. على فكرة بقى، مصر بقالها كام سنة بتعمل عظمة في كرة الشارع، حتى بصوا مين اتأهل لكاس العالم، وصل لنص النهائي في 2026. وعلى الناحية التانية بقى في لعيبة بيلعبوا بشكل احترافي وبالقوانين اللي الحكم شرحها لنا، والهدف الفوز في أكبر عدد من الماتشات. في مصر عندنا فرق كتير جدا بيلعبوا مع بعض. ازاي بقى؟ المستوى الأول الدوري المصري الممتاز، أعلى مسابقة كروية في مصر، بيشارك فيها 18 نادي، وآخر فرق فيه بتنزل للمستوى التاني. دوري الدرجة التانية متقسم بحري، القاهرة، الصعيد. أوائل المجموعات بيطلعوا الممتاز، وأواخر الفرق بتهبط للدرجة التالتة. دوري الدرجة التالتة مجموعات كتير على حسب المحافظات، والصعود منه للدرجة التانية، أما النزول فللمستوى الرابع، وده المشهور بالترسو، يعني أقل حاجة وبداية الطريق لأي نادي جديد. الماتشات بيحضرها جماهير كتير، الجماهير دي بتشتري تذاكر، يعني فلوس داخلة للأندية. كل ما نادي يكسب أكتر جماهيره تكتر، ومكاسبه طبعا تكتر. تيشيرتات اللعيبة، إعلانات التلفزيون، كله فلوس. باختصار الكورة صناعة كبيرة، فطبيعي اللعيبة المحترفة تقبض فلوس. بس اللاعب المحترف ما بيتولدش كده. عندنا مثلا أمينة غنيم، لاعبة كرة ناشئة حلمها إنها تبقى لاعبة كرة محترفة زي كل اللعيبة اللي بنشوفهم في التلفزيون. أمينة غنيم من مواليد 2010، بتتمرن كورة بقالها كتير قوي، ولعبت ماتشات وكسبت بطولات، والنهاردة معانا في كشاف. هاي أمينة، ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله. من وجهة نظرك يعني ايه لاعب كورة محترف؟
لاعب كورة محترف يعني حد عنده مسؤولية، بيبقى عاوز يصحى الصبح يعني، وبيبقى مختلف عن الناس التانية، بيبقى حتى لو هو مش قادر بيصحى ويعمل اللي عليه وبيروح وياكل صح وينام بدري. يعني أهم يكسل. حاجة يكون ملتزم، ملتزم بالتمارين، ملتزم بأداء معين، وملتزم يعني بصحته يعني بنومه وأكله. صح. وإيه اللي بيفرق لاعب الكورة المحترف عن حد هاوي كورة؟ بيتمرن كتير، بيتمرن كل يوم، حتى بيتمرن لوحده. اللاعب اللي هو مش بيهتم او يعني مش فارق له حاجه، بيبقى بيروح التمرين مثلا رايح يضحك، او مش بيفرق له لو خسر. يعني اللي بيبقى محترف او عاوز يبقى محترف بيفرق له كل كوره، يعني اللي هو بيبقى عارف، بيبقى عاوز يتحسن، وبيبقى يعني بعد كل غلطه بيبقى عاوز يعرف هو غلط في ايه عشان ما يكررش الغلط تاني. ولاعب الكورة المحترف بيبقى عايز بس الفلوس؟ يعني هو لا، يعني في كده وفي كده، بس بالنسبه لي مثلا لو احترفت مش فارق لي الفلوس. يعني انا بالنسبه لي ان انا العب بجد، وان انا ابقى قدام يعني ناس كتيره وبجيب اجوان وبعمل فرق، دي حاجه طبعا مهمه، بس يعني هو مش ده الحاجه يعني اللي المفروض تركز عليها لو انت بتلعب محترف. طيب انتي اصلا بدأتي تلعبي كورة من امتى؟ يعني بدأت وانا عندي مثلا 4 سنين ولا حاجه. بس كنتي بتلعبي كورة مش في نادي، صح؟ يعني الاول بدأت كده اللي هو بلعب في الجنينه مع قرايبي وكده مع اخويا، بس بعديها وانا عندي 5 سنين بدأت العب في نادي. يعني 5 سنين؟ مش نادي يعني، كنت بدأت اتمرن يعني، بس بدأت اتمرن مع اولاد يعني، ما كنتش بادئه مع بنات. اوكي. لما جيت العب مع بنات كانت حاجه مختلفه يعني. حلو. طيب اصلا ايه الفرق ما بين كرة القدم بتاعه الولاد وكرة القدم بتاعه البنات؟ يعني طبعا هي بتفرق، عشان يعني الولاد طبعا اقوى يعني فيزيكلي، ويعني وبرضه هم اسرع وكل الكلام ده، بس هم يعني هو نفس الحاجه، لازم يبقى عندك خطه، ولازم تلعب برضه بنظام، وتعرف تدور الكوره عشان تجيب جول. بس القوانين هي القوانين هي. انتي قلتي انك بتحبي قوي يكون في ناس بتتفرج على الماتش، دي مسؤوليه بتكون عليكي، صح؟ بالنسبه لي يعني لما هو على حسب لعيب، في لعيبه بتتوتر لما حد بيقول لها حاجه، او يعني اللي هو بيصرخوا. انا عن نفسي لما بنلعب ماتشات يعني مهمه، بيبقى في كذا حد بيجي يتفرج علينا، فببقى اصلا مبسوطه، بيبقى اللي هو بتحس باحساس كده مختلف، عشان بتحس ان في ناس مهتمه جايه تتفرج عليك. مين اهم حد بتشوفيه في المدرجات بالنسبه لك؟ لو ده موجود؟ لا موجود طبعا، في يعني ماما وبابا لما بييجوا، في الكوتشز بتوعي يعني المدربين بتوعي لما ييجوا يتفرجوا علينا، اصحابي ساعات يعني اللي هو من فرق تانية من نادي. قولي لنا حاجه الناس فاهمينها غلط عن الكوره عموما. في كذا حاجه عامه، يعني بيبقى في ناس بتبقى فاكره ان الكوره بتبقى ممكن تشوت في الجول على طول، هو ده مش صح. يعني الكوره بيبقى فيه تخطيط زي اي رياضه تانية، بيبقى يعني لازم تعرف ازاي تعرف تتحرك في الملعب صح، او تلعب مع اللعيبه اللي معاك، ويعني ما ينفعش تلعب لوحدك، لازم تعرف تلعب مع اللي حواليك وكده. فهو صعب يعني ان يبقى حد فاكر ان الكوره بتبقى لعبه وخلاص، لا هي لازم تقعد تفكر، وحتى ان تاخد قرار في الملعب دي لوحدها صعبه، يعني ان هو مش كل اللعيب بيعرف يعمل كده. يعني هي لعبه هنا ايوه اكتر من هي اصلا في المخ اكتر من في الرجل، يعني اللي هو لازم تبقى مركز اصلا الاول عشان تعرف تلعب برجلك. حاجه الناس فاهماها غلط عن كره القدم النسائيه خصوصا، في ناس كتيره بتبقى فاهمه ان البنات ما بيعرفوش يلعبوا كوره، بس هو ده مش حقيقي. يعني بيبقى في نوادي كتير قوي في بره وهنا في مصر، يعني بدأوا يبقوا عندهم فرق بنات. طيب ايه اصعب حاجه بتواجه البنات اللي عايزين يلعبوا كوره؟ هو سؤال حلو، عشان يعني بيبقى في كذا اجابه. يعني ممكن نقول مثلا ان في يعني ناس اهاليهم مثلا مش موافقه يلعبوا كوره، عشان شايفينها لعبه رجالي، او ما ينفعش يبقى في عنف او كده، فبيبقوا خايفين على عيالهم. اهم سؤال بقى في الاخر خالص، تفتكري انا ممكن اتعلم كام حركه
ايه ده ايه ده؟ انا نازله العب وانا عارفه ان انا مش هكسب النهارده، يعني غالبا كده هخسر، بس في حاجات كتير اهم من المكسب والخساره، زي ان احنا نتعلم حاجه جديده. في الاخر كلنا بنشجع اللعبه الحلوه، ولا ايه رايكم؟ سلام.